كنت بجري في فستان الفرح. كنت عايزة في الوقت ده أجري عند بيت بابا. كنت عايزة أوصل بأي طريقة. كنت عمالة بعيط ومنهارة، واللي حصل اليوم ده كان صعب عليا وما كنتش قادرة أتحمله. وجريت مش عارفة إزاي، لحد لما فجأة وأنا في وسط الطريق حصل اللي عمري ما كنت أصدقه. وفي الوقت ده وقعت قدام عربية. وفي الوقت ده من كتر التعب ما كنتش قادرة أقوم من الأرض. كان فعلا هيخبطني ساعتها، ولقيته قرب مني وقال لي: ايه ده؟ هو انت ازاي طلعتي في الطريق ده؟ ولا تكوني بسم الله الرحمن الرحيم تكوني عفريتة؟ قلت له: ارجوك وصلني عند بيتي. وقلت له العنوان، وبعدها اغمى عليا. في الوقت ده معرفش ازاي وصلت البيت. ايوه، انا قلت له على العنوان بالظبط. وساعتها لقيته بيفوقني، ولقيته بيقول لي: وصلتك عند العنوان اللي انت قلتي لي عليه. ارجوكي بقى فوقي واطلعي روحي بيتكم علشان ما تشيلنيش مسؤولية، خصوصا ان فستانك فيه بقع دم. ساعتها قلت له: ايوه انا افتكرت. انا متشكرة جدا ان انت وصلتني، انت انقذت حياتي. نزلت من العربية بسرعة وكنت عند بيت بابا عمالة بخبط علشان يفتحولي. ماما اول لما طلعت لطمت على وشها لما شافتني بالمنظر ده. ساعتها دخلت على طول وقلت لها: الحقيني يا ماما، الحقيني والحقي اللي حصل لي. انا النهارده كان اصعب يوم في حياتي. انا عمري ما شفت زي اليوم ده يا ماما، ولا عمري هشوفه ابدا. لقيت ماما بتقولي في الوقت ده: اهدي، اهدي واقعدي. طيب اهدي عشان نعرف منك ايه اللي حصل. هو انت ايه، جوزك قرب منك وشاف حاجه غلط؟ قلت لها: اسمعيني، بدل ما تتكلمي وتحكم عليا. وفعلا كنت لسه هحكي، بس قبل ما اتكلم دخل اللي عمري ما كنت صدق انه يجي. وفي الوقت ده عمل حاجه فظيعه، وده اللي غير حياتي بعد كده. والحكايه ابتدت من وانا واقفه قدام القاعه وكنت مع عريسي. كنت فرحانه قوي ان انا اتجوزت وخلاص مروحين على بيتنا اللي بنيناه حته حته. وفي الوقت ده لقيته بيقول: معلش يا جماعه، انا مش عايز حد في الزفه بتاعتي. انا هاخد عروستي وهنروح على البيت على طول. يا ريت بقى معلش محدش يجي معانا، وده شرطي عليها، العروسه عارفه كده. وانا قلت لهم: بصراحه احنا الاتنين عايزين نكون مع بعض وهنروح بيتنا على طول، ومش عايزين حد يوصلنا. مش اهم حاجه الاكل موجود يا ماما؟ قالت لي: كل حاجة موجودة في الشقة يا حبيبتي، ربنا يساعدك. وفضلوا يزغرطوا ساعتها، وانا ركبت العربية انا وهو ومشينا في الطريق. وفي الوقت ده قلت له: بعدين يا يحيى، هو انا هفضل احبك كده لحد امتى؟ انا حاسة ان كل يوم بحبك اكتر من اليوم اللي قبليه. لقيته بيقول لي: هتفضلي تحبيني لحد ما تعجزي وشعرك ده يبيض واسنانك تقع. ساعتها قلت له: وانت كمان، انت كمان هتكون كده وعجوز كمان، علشان مفيش اي واحدة تبص لك. وفضلنا نهزر ونضحك في الطريق، بس فجأة لقيته راح طريق فاضي كده ومفيهوش حد. وفي الوقت ده كان بيهزر ويضحك معايا. ساعتها قلت له: بعدين بقى، هو انت مش عايز تروح البيت ولا ايه؟ مالك؟ في ايه يا يحيى؟ احنا المفروض نروح البيت من بدري، من ساعة، وانت عمال تلف على الطريق. مالك بس يا سيدي؟ ساعتها لقيته بيقول لي: لا، انا بس حبيت اتمشى معاكي بالعربية واحنا مشغلين الاغاني كده وجو رومانسي. وبعدين يا ستي ما تقلقيش، هنروح انا وانتي البيت وهنقعد على قلب بعض للصبح كمان. وفضلنا نهزر ونضحك مع بعض لحد لما فجأة حاجة اتخبطت في العربية. وفي الوقت ده كنت خايفة، وقلت له: يحيى، هو انت خبطت ايه؟ لا تكون موتت حد؟ لقيته بيقول لي: لا، ممكن تكون تهيؤات، او حتى مثلا قطة او كلب، معرفش، ما اخدتش بالي لان الطريق ضلمة. بقولك ايه، يلا بينا نمشي من هنا لان الطريق مش كويس، ويا عالم ممكن يحصل ايه. قلت له: لا طبعا، احنا ننزل نشوف مين اللي واقع ده، مش يمكن نكون بني ادم، وبعدين يكون في روح، على الاقل ننقذه انا وانت. وفعلا نزلنا انا وهو من العربيه، وهنا ما لقيناش حد. ايوه ما لقيناش حد. وساعتها اتخضيت انا وهو وركبنا العربيه، وكنت خايفه جدا طول الطريق لحد لما وصلنا عند البيت. وبعدين طلعنا الشقه. ساعتها قلت له: إيه اليوم ده؟ انا اول مره اخاف كده، انا عمري ما خفت بالطريقه دي يا يحيى. الحمد لله ان انت معايا، يا اما كده كان جرالي حاجه. لقيته بيقول لي: ايوه ايوه، الحمد لله، كله بيجي خير من عند ربنا. اهم حاجه دلوقتي ان احنا في بيتنا احنا الاتنين، وهنبقى فرحانين مبسوطين مع بعض. ساعتها قلت له: يا رب، انا نفسي اعيش معاك لطول العمر يا يحيى، نفسي اكون مبسوطه معاك. ساعتها لقيت صوت من ورايا
بيقول لي ابدا، عمرك ما هتبقي مبسوطه معاه. وقتها بصيت ورايا وقلت له ايه الصوت ده؟ هو الصوت ده جاي منين؟ لقيته بيقول لي صوت ايه؟ ما فيش صوت ولا حاجه. قلت له لا يحيى، انا متاكده ان في حد اتكلم، انا متاكده قوي من نفسي، انا مش بيتهيالي طبعا. لقيته بيقول لي لا بيتهيالك، لان مفيش حد في البيت، هيكون مين يعني موجود هنا؟ بقول لك ايه، انا داخل المطبخ لاني جعان، هدخل اجيب الاكل من جوه، وانتي بقى حره، خليكي قاعده من غير اكل، ماليش دعوه يا ست انتي. وفعلا ساعتها دخل المطبخ، وانا كنت خايفه، خايفه جدا من الاوضه، وخايفه ادخل فيها، بس كان لازم اقوي قلبي، دي الشقه اللي انا عايش فيها، يبقى لازم اتصرف وادخل على الاوضه. وفعلا ساعتها دخلت، واللي لقيته قدامي عمري ابدا ما كنت اتصوره. وده لما لقيت واحده قاعده على السرير، وكانت لابسه عريان، عريان وكانها قاعده لجوزها. وساعتها اتصدمت وقلت لها انت مين؟ وايه اللي جابك هنا؟ لقيتها بتقولي دي شقتي، دي شقتي قبل منك، ويحيى ده بتاعي، ومحدش هياخده مني ابدا. وفي الوقت ده طلعت اجري ساعتها على المطبخ، وقلت له يحيى، هو في ايه؟ في واحده قاعده على السرير جوه، وبتقول انها الشقه دي بتاعتها، وان انت كمان بتاعها. انا معرفش مين الست دي، دي كمان لابسه عريان. هو انت بتخوني النهارده؟ معقول تكون عملت فيا كده؟ لقيته بيقولي ست مين؟ هو انت اتجننتي ولا ايه؟ بجد انا مش عارف انت بتقولي ايه، وبصراحه انا ما بقتش قادر. هو انت من اولها هتعملي معايا كده؟ قلت له طب ادخل، ادخل شوفها دلوقتي. وفي الوقت ده دخل معايا، ولقيته بيقول لي الاوضه فاضيه اهي، ما فيهاش اي حاجه. قلت له يا سلام، يعني انا بقى بيتهيألي مجنونه يعني؟ قال لي لا مش مجنونه، بس ممكن تكوني جعانه، تعالي ناكل احنا الاتنين، وبعدين نقعد نتصالح مع بعض، وهقعد اهزر واضحك معاكي يا ستي، وهنسيكي كل التهيؤات اللي بتحصل لك. وفعلا اخدني وقعدنا ناكل انا وهو، وانا ساعتها قلت فعلا تهيؤات، ويمكن انا مرتبكه، والحادثه بتاعت العربيه اللي حصلت في الشارع دي هي اللي مضايقاني. وبعد الاكل لقيته عمال بيهزر ويضحك معايا، وفعلا حاولت اروق شويه وانسى اللي حصل ده. ولقيته بيقول لي لو عايزه نقعد للصبح كده انا عندي استعداد اعمل كده، اهم حاجه ان انت تكوني مبسوطه. وقلت له لا لا لا، عادي، احنا ممكن نغير هدومنا وندخل ننام، لو انت يعني عايز تنام. لقيته بيقول لي طبعا عايز. وفي الوقت ده دخلت جوه الاوضه علشان اغير الفستان، بس ساعتها ما عرفتش اغير لان الصوت ده كلمني. ولقيتها بتقولي مش هتفرحي ولا تتهني معايا. الصوت كان جاي من الدولاب. وقتها جمدت قلبي وجيت افتح الدولاب، وساعتها لقيتها ظهرت قدامي. ايوه كانت واقفه قدامي، بس كانت انسانه، مش حاجه تانية ومش تهيؤات. وساعتها مسكت فيها وقلت لها استني بقى لان انت هتجننيني. وناديت عليه وقلت له يحيى تعالى بسرعه شوفها، اهي موجوده قدامي. دخل يحيى، وساعتها كان مصدوم، بس لقيته بيقول لي هو في ايه؟ تعالي هنا قربي مني. ومسكني خلاني الف، ولقيته بيقول لي ايه ده؟ هو انت بيتهيالك حاجات ولا ايه؟ ما فيش حاجه في الاوضه طبعا. قلت له لا طبعا، ما هي واقفه قدامك. واول ما اتضيرت ما لقيتهاش، فعلا ما لقيتش حاجه قدامي. وساعتها قلت له لا، دي كانت موجوده هنا، اكيد دخلت في مكان، انا هدور عليها، اكيد يعني مش هسكت. لقيته بيقول لي لا، انا مش عايز تبقى دي الحياه ما بيننا. في ايه بس يا مها؟ هي المشكله اللي حصلت في العربيه والخبطه اللي انا خبطتها دي خلتك تتهيئي حاجات مش موجوده خالص؟ انا وانتي موجودين لوحدنا في الشقه، واكيد يعني مفيش حد معانا. كبري دماغك كده وخليكي كويسه، لاني بدات اتضايق. قلت له خلاص، لو عايز تنام هنا في الاوضه نام براحتك، انا هطلع انام بره على الكنبه لحد لما يطلع الصبح واشوف هعمل ايه، لاني بجد متضايقه. لقيته بيقول لي ماشي، انا هنام في الاوضه وبكل حريه، ومش هيحصل لي حاجه لاني مش بخاف زيك، ومش بيتهيأ لي اي حاجه. فعلا طلعت من الاوضه زعلانه ساعتها، قعدت على الكنبه، وبعدين قلت اريح لاني كنت عايزه انام. وفعلا ساعتها من التعب عينيا غمضت، وكنت عايزه انام وارتاح. بس بعد شويه فقت على صوت كان جاي من الاوضه. الصوت ما كانش عالي قوي، بس انا قمت على طول لان نومي خفيف، ولان اللي شفته في الليله دي ما كانش مخليني عايزه ارتاح. وفعلا قربت من الاوضه وسمعت صوت كلام، وساعتها اتصدمت لما لقيته بيقولها انت مجنونه، ايه اللي جابك هنا؟ عايزه تعملي لي مشكله؟ عايزه تعملي لي مشكله مع عروستي؟ ما خلاص سيبنا بعض من زمان، جايه لي تعملي ايه؟ انا نسيت وغبي، نسيت اغير كالون، ونسيت ان انت معاكي مفتاح.
ساعتها ردت وقالت له: هبوظ لك جوازتك، مش ههنيك ليله واحده. عايز تتجوز واحده غيري بعد كل ده؟ بعد ما ضحكت عليا، بعد ما عملت معايا كل حاجه؟ ده احنا كنا عايشين زي متجوزين بالظبط، وفي الاخر تقولي باي باي؟ خلاص شطبنا. طب الشقه دي قلت لي ان انت اشتريتها مخصوص عشاني، تتجوز واحده تانية فيها ليه؟ قال لا، لاني بحبها وعايزه اتجوزها، واحنا خلاص قصتنا انتهت من زمان. احنا كنا بنحب بعض بس حكايتنا خلصت من زمان قوي، وانت مش مقتنعه بكده. قلت لك يا ستي خلاص، هزرنا وضحكنا ولعبنا مع بعض شويه وانتهى، لكن انت بقى مصممه. ردت وقالت له: زي التلاتة اللي كانوا قبليه. ضحكت عليهم واخدت شرفهم، وبعدين رميتهم تاني على طول، وبعدين جت تتجوز واحده بنت ناس تانية، لان انت ما قدرتش عليها اكيد، واكيد حاولت معاها. رد وقال لها: اخرسي، دي اشرف منك. وفي الوقت ده كنت هدخل عشان اطين الدنيا على دماغه، بس قبل ما ادخل سمعت حاجه بتتهبد، وفجاه هي صرخت. دخلت بسرعه، واللي شفته قدامي عمري ابدا ما كنت اتصوره. واللي شفته ان هو كان واقع، وكان تقريبا كده بيطلع في الروح، لانها خبطته كتير على راسه، خلصت عليه. وكمان البنت دي كانت عماله بتصرخ بصوت عالي وتعيط. من كتر تعب اعصابي كنت هموت من الخضه، وعلشان كده جريت من المكان، ونزلت من البيت بسرعه، عماله بجري في الشارع، وكنت عماله بعيط لحد لما لقيت الراجل اللي وصلني. ولما رحت البيت حصل اللي عمري ما كنت اتوقعه، وده لما لقيت اللي جه ورايا، واللي شفته ورايا عمري ما كنت صدق ان ابدا يجي. وفي الوقت ده لقيته هو، ايوه، عريسي يحيى. ولقيته ساعتها كان مضروب ورابط دماغه، ولقيته بيقول لي: ايه مشيتي ليه؟ بتخليتي عني المجنونه دي، انا طلبت لها الشرطه وجات لها على طول. ساعتها قلت له: اطلع بره وطلقني، لاني بكرهك وعمري ما هكون مراتك مره تانية. ابعد عني يا يحيى، ابعد عني واطلع بره، لاني عمري ما هكون مراتك مره تانية، عمري ما هكون معاك. امشي واطلع بره. انك غير ان انت خدعتني وضحكت عليا وقلت عليا ان انا بقول اي كلام وخلاص، انت بتضحك على البنات وبتاخد شرفهم، وانا ما يشرفنيش اكون مراتك ابدا. واوعى تفكر ان ربنا هيسيبك، لازم عقابك هيجيلك، وربنا هياخد حق البنات دي منك. امشي يلا اطلع بره، لان مش عايزه اشوفك مره تانية. وفعلا ساعتها يحيى اتطرد بره، وكان زعلان، وكنت سامعه صوت عياطه بره، لانه ساعتها كنت متاكده انه بيحبني، وعلشان كده استقر وعاش معايا. تاني يوم الصبح لقيت ماما بتصحيني، ولقيتها قاعده جنبي، ولقيتها بتقولي: هو انت ينفع تطلقي كده يا بنتي؟ ينفع تطلقي يوم فرحك؟ هينفع؟ انتي هترضي الناس تتكلم عليكي؟ الناس مش هتسيبنا في حالنا. قلت لها: الناس تتكلم احسن بكتير قوي. معيش مع واحد كان بيخدع البنات، كان كداب ولعبي وبيكسر قلوبهم وعادي. لقيتها بتقولي: طب وانتي مالك زعلانه ليه؟ ما خلاص تاب وبعدين اتجوزك انتي. قلت لها: لا يا ماما، الناس اللي هتمشي من غير عقاب في الدنيا بيكرروا غلطهم مرة واتنين وتلاتة. تفتكري لو انا كملت معاه مش هيخوني ويخدعني، ويمكن يتجوز عليا، ويمكن يعمل مليون حاجة تانية؟ ده عمل كده مع كذا بنت يا ماما، أأمن على نفسي ازاي اخلف منه؟ وحتى لو خلفت بنت انا هرضى انها يتعمل فيها كده؟ لقيتها بتقولي: مش قادرة اشوفك كده. انا عارفة ان انتي بتحبيه وقلبك مكسور، عارفة ان انتي بتحبيه قوي. قلت لها: بس الحب مش كل حاجة. الجواز يا ماما عايز مودة ورحمة واخلاق واحترام وتفاهم، مش اي جوازة والسلام. ساعتها عرفت اقنع ماما، اللي كمان وقفت جنبي، وده لما اتصلت كتير بيه. يعني كانت كل يوم عمالة بتتصل بيه، بس هو ما كانش بيرد ابدا، لدرجة ان انا اتصلت بمامته. وهنا بقى لقيتها بتقولي: اللي عمري ما كنت صدقه. ولقيتها بتقولي: انت طلعتي مش بنت اصول ابدا، منك لله يا شيخة. ما عرفتيش ساعتها تسألي عليه. من يوم جوازكوا عمل حادثة والعربية اتقلبت بيه، وللأسف مات في ساعتها. من ساعتها وهو ميت، وانت ما عندكيش دم ولا سألتي عليه. لسه فاكرة تتصلي بيا دلوقتي؟ وبعدين انت مش كنتي معاه؟ سبتيه ليه؟ وليه كان ماشي لوحده بالعربية؟ انا ما كنتش فاهمة حاجة، ودلوقتي مش عايزة افهمها، لانه مات وخلاص، مش هيرجع تاني. وقفلت في وشي السكة. وطبعا هي ما كانتش تعرف كل اللي حصل، كانت تعرف بس ان ابنها مات. وانا ساعتها كنت حزينة جدا عليه، انهارت وعيطت، وقعدت مدة طويلة جدا علشان اتخطى اللي حصل. وساعتها كنت بروح النادي اعمل رياضة علشان احاول انسى
واخرج من اللي انا فيه. ولما جيت اقعد عشان اريح، ساعتها لقيت الترابيزه عليها موبايل، لقيت تليفون حد نسيه. فضلت ابص في التليفون، وساعتها عرفت ان هو تليفون شاب كان شكله وسيم قوي، لانه كان حاطط صورته. وفي الوقت ده استنيت وانا خارجه اديلي الامن اللي هناك، اللي كان مسؤول عن النادي، لحد لما جه الشاب ده قدامي ولقيته بيقول لي: انا نسيت الموبايل هنا، هو حضرتك ما شفتهوش؟ ساعتها قلت له: لا. موبايل ايه؟ طب قولي ماركته ايه وشكله ايه؟ لقيته بيقول لي: هو حضرتك هتهزري معايا؟ ما انت اكيد لقيتيه، ولا خلاص اخدتيه؟ بقولك ايه، انا هاخدك معايا الاسم، ولا اقولك انا هلم الناس عليكي. قلت له: تعرف، انا كنت هديلك الموبايل على فكرة، لاني لقيته، بس انا بقى مش هديلك حاجة علشان طولة لسانك دي. وفضلنا نتخانق مع بعض، بس كانت خناقة دمها خفيف جدا. وفي الاخر لقيته بيقول لي: طيب، انا اسف، حقك عليا، خلاص اديني بقى الموبايل خليني امشي، لان عندي ميعاد. بس قبل ما امشي كمان، عقابا ليكي هاخد نمرتك. وساعتها اديته النمرة بتاعتي، وفعلا بعد كده كلمني وتعرفنا على بعض. ويوسف كان دكتور، بس كان ممتاز جدا، وكمان كان شاطر. ومن خلال كلامنا مع بعض حبيته، وهو كمان حبني، وعشت معاه السعادة اللي كنت بحلم بيها. لو فاكر ان انت دلوقتي وقت صعب عليك، فخد بالك ان الوقت ده هيعدي، مهما كان صعب هيعدي. وخليك واثق انك هتشوف ايام حلوة من بعد صبرك الكبير. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل القصص الجديدة. ولو انت بتتابعنا على صفحة الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك ومشاركة، وكمان متابعة صفحة الفيسبوك. اشوفكم على خير ان شاء الله.